أهلا بيكم في قناة فن الطهي مع إيناس. يا رب تكونوا في أحسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض كفتة داوود باشا بطريقة بسيطة وسهلة، وفيها تركاية كده هنعملها سوا. يلا بينا نشوفوا المقادير. مقاديرنا عبارة عن ربع كيلو من اللحمة المفرومة وبصلة مفرومة، ومعانا الخضرة عبارة عن شبت وبقدونس وكزبرة، ومعانا معلقتين دقيق. دول المهمين في الكفتة اللي احنا هنعملها عشان تربط معانا الكفتة وما تفكش معانا على النار. تمام. التوابل بتاعتنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن توم باودر وملح وشطة وفلفل اسود وبهارات من اللحمة. هاخد كل المقادير واخلطها كلها مع بعضها عشان الكفتة كلها تتسمغ تمام مع بعض. وبعد كده هبتدي ان انا اشكلها سواء كويرات صغيرة او صوابع. وبكون في الوقت ده حاطة طاسة او جريل على النار وفيها معلقة سمنة، وببتدي ان انا احطها على النار عشان تاخد ايه التحميرة بتاعتها. لو عجبك الفيديو ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتي. ودلوقتي بعد ما حمرت الكفتة بقت تمام معايا، باخدها احطها في طبق، وفي نفس الطاسة او الجريل اللي انا حمرت فيه اللحمة هحط فيه معلقتين من السمنة واحطهم على النار ومعهم شوية مية، وابتدي احط نفس التوابل اللي حطيتها في اللحمة اللي هي الملح والشطة والفلفل الاسود والثوم البودر، ومعايا بهارات اللحمة. بعد كده بحط الكفتة معاها يا دوبك تاخد كده تقلبتين في الصلصة، وبعد كده بحطها في الطبق بتاع التقديم. وده بيكون شكلها النهائي. ويا رب الفيديو يعجبكم، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك فيديوهات.